مساء الفل، ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ معاكم اخوكم دكتور عمرو عبد الله. اهلا بيكم في فيديو جديد من اروع واعظم ما يكون. تعالوا نضمن عملي الفسيولوجي. عملي الفسيولوجي سهل وبسيط، بس انت تركز معايا وتفهم الافكار وازاي نحل المسائل. عامل لك قوانين وسكيمات كده هتسهل لك الدنيا، فركز معايا. عمل الفسيولوجي بيتكلم عن الهوميوستيزس، واحنا اتفقنا الهوميوستيزس دي كلمة بتتكون من مقطعين. ستيزس يعني ثبات، تمام، وهوميو اللي هي البيئة الداخلية. البيئة الايه؟ البيئة الداخلية. البيئة الداخلية. واحنا اتفقنا ان البيئة الداخلية دي اللي هي الانترنال environment. internal ايه؟ environment. البيئة الداخلية، تمام، جميل جدا. والبيئة الداخلية دي اتفقنا ان هي بتشمل، لو عندك خلية اهي، عندك خلية، فالاكسترا سيلولار فلويد يعني السوائل اللي خارج الخلية دي بنسميها الايه؟ البيئة الداخلية. طب احنا الطرق بتاعة الهوميوستيسيس، الثبات بتاعة البيئة الداخلية، بالبلدي كده كلمني يا دكتور بالبلدي. يعني انا عايز اخلي كل وظائف جسمك تبقى نورمال، عايز اخلي كل وظائف جسمك تبقى طبيعية، تمام. اعمل ايه؟ ده اللي هناخده النهارده، ونفهمك افكار العملي بتيجي ازاي، وكل طرق العملي هنفهمك بتيجي ازاي. وان شاء الله امتحان العملي لن يخرج من هذا الكلام. اول حاجه واول تجربه معانا ممكن تيجي لك في الامتحان هي البلاد بريشر ريجوليشن، يعني تنظيم ضغط الدم. انت عارف قياس ضغط الدم؟ انت خلاص بقى بقيت دكتور قد الدنيا، فيجي جارك يقول لك ايه، انا حاسس بصداع، انا عايزك تقيس لي يا دكتور ضغط الدم. فأي قياس لضغط الدم بتقول له مثلا الطبيعي انت ضغطك يا حاج 120 على 80. طب فهمني يا دكتور يعني ايه 120 ويعني ايه 80؟ ال 120 دي اللي هي الرقم الكبير اللي بنبدأ بيه، دي بنسميه السيستوليك بلاد بريشر. يعني ايه السيستوليك؟ ده ضغط الدم الانقباضي. ما انت عارف ان القلب بينقبض يا ابني، وانقباض الدم عشان انقباض القلب عشان يضخ الدم، ده بنسميه السيستول. فال 120 دي بنسميها السيستوليك بلاد بريشر، يعني ضغط الدم الانقباضي، يعني ضغط الدم اللي حصل بسبب انقباض القلب. طب ال 80 دي ايه؟ دي الدايستوليك، الدايستوليك بلاد بريشر، الانبساط. ما القلب بينقبض وينبسط يعني يرتاح، ينقبض سيستول وينبسط يعني يرتاح. فال 80 دي الدايستوليك بلاد بريشر. فانت ضغط الدم، اي ضغط دم، في سيستوليك ودايستوليك. طب واحد ضغط دمه اهو 110 على 70، فال 110 دي سيستوليك بلاد بريشر، يعني ايه؟ ضغط الدم الانقباضي. طب ال 70 دي الدايستوليك بلاد بريشر، دي ضغط الدم الايه؟ الانبساطي. تمام، كلام سهل، كلام بسيط. حتى كده لما تجيب اي جهاز قياس ضغط هتلاقي بيقول لك سيستوليك ودايستوليك. السيستوليك الرقم الكبير، والدايستوليك الرقم الايه؟ الصغير. بيقول لك what are the expected changes. ده سؤال ممكن يجي لك، يعني ايه التغيرات؟ changes يعني ايه؟ تغيرات. ايه التغيرات؟ تمام. expected يعني متوقعة. ايه التغيرات يا ابني المتوقعة لشخص؟ ترجم معايا لان الترجمة مهمة عشان تعرف تحل السؤال. بلاد بريشر يعني ضغط شخص، والهارت ريت معدل ضرباته افتر ستاندنج suddenly يعني وقف مره واحده. بص، شخص كان نايم كده يا جماعه، شخص كان نايم ومرتاح، والدم مستوي في كل جسمه، الدم بالاحمر ده مستوي في كل جسمه. اول ما عمل ستاندنج وقف مره واحده، وقف مره واحده، راح الدم بالجاذبيه وقع في رجله كله. لما الدم وقع في رجله كله ما عادش فيه دم واصل للمخ، تمام، فده ممكن يدوخ ممكن يقع، وده بتحصل في كبار السن. انت دلوقتي ممكن ما تحسش بيه عشان انت لسه صغير وشباب، لكن لو حد كبير في السن، جدك مثلا، او لو والدك كبير في السن، ربنا يخليهم لك، تمام، تلاقيه اول ما يصحى ما بيقومش، تلاقيه قاعد على السرير شويه. طب انت قاعد على السرير ليه يا جدو؟ لان هو لو قام مره واحده يا ابني هيحس ان هو هيدوخ، مفيش دم واصل للمخ، مفيش دم واصل للمخ خالص. الدم كله بالجاذبيه نزل، الدم كله بالجاذبيه ايه؟ نزل. طب هل جسمك يسيبك كده؟ يسيبك مع مفيش دم واصل للمخ ويغمى عليك؟ قالك لا، بتحصل ميكانيزمات وحاجات للهوميوستيزس
عشان ترجع تزود الدم ويرجع للمخ. بص تلاقي جسمك كله مليان ايه؟ مليان دم. تمام. فيجي السؤال في الامتحان يقول لك ايه المتوقع لضغط الشخص، ضغط الدم ومعدل ضربات قلبه اول ما يقف الصدن مره واحده فجاه، وقف فجاه. تمام، ايه اللي هيحصل؟ طبعا اول حاجه هتحصل ضغط الدم هيقل والديكريز. ليه ضغط الدم هيقل؟ بسبب الجاذبيه، الجرافيتي، شدة الدم لايه؟ شدة الدم لتحت زي ما انت شفت. تمام. بس هيقل ايه؟ هيقل لفتره قليله، بريف بيريود، يعني فتره قصيره. ليه يا دكتور هيقل لفتره قصيره؟ لان هتحصل ميكانيزمات وطرق للهوميوستيزس عشان ترجعك للنورمال للطبيعي. فالهوميوستاتيك ميكانيزمز، الوظائف والميكانيزمات والطرق اللي هتعملها الهوميوستاسيس التوازن، هدفها لو حصل اي تغير يا ابني، تمام، ارجع للنورمال. يجي واحد يا دكتور يقول لي يا دكتور معلش كلمني بالبلدي، شعبول لي الموضوع. اقول لك اشعبول لك الموضوع. الهوميوستاسيس انا حصل فيه تغير في جسمك، حاجه غير النورمال، حاجه غير الطبيعيه، فجسمك بيتصرف بسرعه ويعمل الطرق بتاعته عشان يرجع الحاجه للنورمال، يرجع الحاجه للطبيعي. تمام. فانت اهو هيقول لك ايه تاثير الضغط الدم؟ ضغط الدم هيقل بس هيرجع تاني طبيعي. طب معدل ضربات القلب هيزيد. ليه؟ انت دلوقتي القلب اهو والدم نزل تحت، فالقلب هيفضل يدق كتير ويضخ دم كتير عشان يرجع الدم تاني يوصل للمخ وجسمك يبقى كله ايه؟ جسمك يبقى كله دم. تمام. فلما يجي يسألك في السؤال ده وممكن يجيب لك الصورة دي، فانت شايف الصورة دي واحد نايم بنسميه recombinant position، وقف standing position، بقى واقف والدم وقع اهو ورجع ظبط تاني. ويسألك ده ايه؟ الهارت ريت هيبقى ايه؟ بلاد بريشر ايه؟ البلاد بريشر هيقل والهارت ريت هيزيد عشان يضخ الدم ليه؟ لجسمك كله. سؤال تافه ب10 درجات مضمون. تمام، جميل جدا. فهو بيفهمك الفكره، بيفهمك الصوره دي هتجيلك ايه؟ يقول لك البلاد بريشر هيحصل له ايه؟ ضغط الدم هيقل ويرجع تاني يبقى ايه؟ نورمال. لكن الهارت ريت هيزيد عشان هو اللي يرجعه للنورمال، اصلا يرجعه للطبيعي. فده بنسميه جرافيشنال افكت، تاثير الجاذبيه على الكارديو فاسكولار سيستم، على جهاز القلب والاوعيه الدمويه. تخصصنا يا ابني القلب، وما ادراك ما القلب. ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين. القلب يحب مره ما يحبش مرتين. تقول لي يا دكتور انا بحب يا عم ارحم امي. تمام، تحب 3 ايه؟ ذاكر الماده الفسيولوجي، عايزين نضمن الامتياز. تمام. قال لك immediately on standing، يعني فورا اول ما تقف بيحصل بولينج. بولينج، الله على المصطلح، بولينج دي يعني يسكب، يدلق الدم. اتدلق يا ابني، الدم اتدلق في الليجز فين، في الاورده الموجوده في الرجل. ليجز يعني الرجل، الاورده الموجوده في الرجل الدم كله اتدلق ايه؟ اتدلق فيها. فهو ده اللي بيعمل لك ريديوسنج، بيقلل لك ضغط الدم. اصل في حاجه اصلا عندك اسمها البارو ريسبتورز، ودي مستقبلات، تمام، بتظبط الضغط. فلما تلاقي الضغط قل، الضغط قل، تمام، بيحصل ستيميوليشن للسمباثيتك سيستم، بيحصل اثاره وتفعيل لجهاز السمباثيتك سيستم. وجهاز السمباثيتك سيستم ده يا ابني بيولع الدنيا، بنسميها ولعها ولع، شعللها شعلل. السمباثيتك ده بيولع الدنيا، هيخلي القلب يقول له ولا اتحرك يلا، هيزود الهارت ريت، زود ضربات القلب، ضخ يا ابني. هيعمل كمان في الأوردة والأوعية الدموية اللي هي الشرايين فازو كونستريكشن، هيضيقها، هيضيق الشرايين. تقول لي طب ايه المشكلة؟ اقول لك انت دلوقتي لو تسقي الجنينة بالخرطوم ومسكت مقدمة الخرطوم كده وضيقته بصبعك، هتلاقي اندفاع المية بقى قوي. فالفازو كونستريكشن ده بيزود الضغط. وهديك سكيمة ليك طول عمرك تفتكرني بيها، تمام، خدها من دكتور كارديو، دكتور قلب. الفازو كونستريكشن يا ابني، اي فازو كونستريكشن يعني اي تضييق شرايين، يعني الشريان لو طبيعي اهو انت ضيقته كده اهو، اي تضييق شرايين بيرفع الضغط. طب الفازو دايلاتيشن، توسيع الشرايين، بيقلل الضغط. دي قاعدة ثابتة،
قاعده او سكيمه ثابته من العبد الله بيقولها لك. تمام. مش هتلاقيها في اي حته. الفازو كونستريكشن يا ابني بيرفع الضغط، والفازو دايلاتيشن بيقلل الضغط. فدلوقتي المشكله انت حضرتك كنت نايم، تمام، مره واحده وقفت، الدم كله وقع في الليج فينز في رجلك، فبالتالي هروح للقلب السمباثيك هيقول له زود الهارت ريت، زود ضربات القلب، وروح للشرايين اعمل فازو كونستريكشن. ليه الفازو كونستريكشن؟ هتزود الضغط. طب انت عايز تزود الضغط ليه؟ انا عايز ارجعه للنورمال. الضغط مثلا الطبيعي كان 120، فانت لما وقفت مره واحده وقع مثلا ل 80، تمام، فانا هزود الضغط عشان ارجعه تاني 120، ارجعه نورمال، ارجعه طبيعي. فهو تأثير الجاذبية، عشان لو قال لك اشرح السبب، قال لك أول على طول ما تقف immediately standing الدم هيقع، يحصل له بولينج في الليج فينز، في الأوردة اللي موجودة في الرجل، فده هيقلل لك ضغط الدم يا ابني، فهيقل شغل الباروريسبتورز، ده هيحفز السمباثيتك سيستم. والسمباثيتك سيستم ده السيستم، اكتب كده، بتاع شعللها شعلل، ولعها ولع، ولعها ولع، شعللها شعلل، بيولع الدنيا سوسه. هيزود لك الهارت ريت ويعمل لك فازو كونستريكشن، تمام، يعمل لك فازو كونستريكشن. فده ايه؟ ده يخلي لك يعمل منتين، يحافظ على الهوميوستيزيس. منتين يعني يحافظ على الهوميوستيزيس. البارو ريسبتورز اهي تكون موجوده في الكاروتيد ساينس. في الكاروتيد ايه؟ ساينس، موجوده في الاورتيك ارش، الارش بتاع الاورطه. فالبارو ريسبتورز يا جماعه هي موجوده في الكاروتيد، ما ده الشريان الكاروتيد اهو، موجوده في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، الارش بتاع الاورطه، شريان الايه؟ شريان الاورطه. بتروح متوصله على طول للمخ. تمام. جميل جميل. الميكانيزم ده بنسميه نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك، وخدناه في النظري النيجاتيف فيدباك، ومهم جدا. حتى منزل لك فيديوهات الايه النظري الهوميوستيزيس على اليوتيوب. تعالى افكرك بالفيدباك. قلت لك انت مثلا لو عندك حله سخنه، حله ايه؟ حله سخنه على النار اهي، النار متولعه متولعه، تمام، بص بص بص، والحله سخنه، والحله فيها كفته، وانت عارف الكفته وهي لسه مقليه بتبقى زي الفل، وانت بكل تفاصيل امك اول ما خرجت من المطبخ رحت انت داخل ورايح تمد ايدك تسرق ايه؟ تسرق كفته، والحله مولعه، تمام. فانت مجرد ما لمست الحله، اول ما تلمس الحله المولعه لقيت نفسك شلت ايدك بالظبط. حصل ازاي؟ قال لك النار الهوت اللي هي الحراره العاليه دي بنسميها الستيميلاس. ستيميلاس يعني ايه يا جماعه؟ يعني المؤثر. ستيميلاس يعني ايه؟ يعني المؤثر. وايد حضرتك فيها مستقبلات هي اللي بتحس، بنسميها الريسبتورز. الريسبتورز، تمام، ريسبتورز، تمام. الريسبتورز بتبعت عصب للمخ اللي هو بنسميه السنتر. المخ بنسميه إيه؟ السنتر. فالمخ هيبعت لك عصب تاني، هيبعت لك عصب ايه تاني؟ هيروح لعضلات ايدك، تمام، عضلات ايدك اهي، يقول لها بعيدي ايد الواد ده بسرعه، ده هيتحرق، تمام. فعضلات الايد هي اللي لحقتك وهي اللي بعدت، فده بنسميه الافكتور اورجان، يعني العضو اللي هيشتغل وهيعمل التأثير. العصب اللي رايح للمخ ده بنسميه افرنت، بالايه؟ افرنت. العصب اللي طالع من المخ وراح للافكتور اورجان ده بنسميه ايفرنت. ايفرنت. قلت لك افتكر العصب الاولاني بالاي لان بنبدا اي بي سي، التاني هو اللي اي، حتى راح للايفكتور اورجان. فده بنسميه الفيدباك او الميكانيزم. ومحتويات اي ميكانيزم قاعده يا ابني، ليك نظري ليك عملي ليك اي حاجه. ببدا بستيمولاس المؤثر، او اي تغيير يحصل، اي تغيير يحصل في البيئه الطبيعيه اسمه ستيمولاس، اللي هي الحراره. مين اللي هيحسها؟ الريسبتور، المستقبل، هيبعتها في اشارات من خلال العصب الحسي اللي هو الافرنت، يروح للمركز اللي هو المخ، اللي هو مصنع ومصدر اتخاذ القرارات، يبعتها للايفرنت اللي شايل الامر، للافكتور اورجان اللي هي زي العضله، شيل ايده بسرعه،
شيل ايده ايه بسرعه. فاهم حاجه عندنا ستيمولس، ريسبتور، افرنت، سنتر، ايفرنت، افكتور اورجان. مهم ما تنساهمش، تحفظهم صم. طب النيجاتيف فيدباك دي تمام حصل ازاي الميكانيزم؟ قال لك احنا عندنا الاستيمولس. ما هو الاستيمولس هنا؟ الاستيمولس المؤثر ان ضغط الدم قل. ما انت لما وقفت مره واحده الدم وقع في رجلك فضغط الدم قل، اهو بسبب بولينج، يعني ان دلق الدم كله في الليج فينز بسبب انك وقفت مره واحده. مين المستقبلات اللي هتحس ده؟ البارو ريسبتورز. والبارو ريسبتورز مكانها فين عشان ممكن يسألك عليها؟ في الكاروتيد ساينس او الاورتيك ارش. في الكاروتيد ساينس، في الكاروتيد شريان الكاروتيد او الارش اوف اورتا. فالمستقبلات هتبعت افرنت، الافرنت هيروح للسنتر، السنتر اللي هو الايه؟ المخ، البرين. انه حته في المخ سنتر، مركز بنسميه فازو موتور سنتر. وفازو يعني مسؤول عن البلاد فيزلز، موتور يعني ممكن يعمل فازو كونستريكشن، ممكن يضيق الاوعيه الدمويه. وده موجود في الميدالا اوبلونجاتا، منطقه موجوده في البرين ستيم تحت المخ. تمام، اهو ارسمها لك عشان تبقى متخيل. ادي المخ اهو، وادي البرين ستيم، دي الميدالا اوبلونجاتا فيها الايه؟ فيها الفازو موتور سنتر. فهيبعت الايفرنت ويروح للافكتور اورجان، العضو اللي هو الهارت والارتريولز والفينز اللي هي الشرايين، عشان يرجعها للايه؟ للنورمال. طب ايه التاثير بتاع الهوميوستيزس اللي هيحصل؟ قال لك لما ضغط الدم هيقل، ده بيلكس يعني بيشغل على طول immediate ريفلكس، ريفلكس على طول هيشتغل بسبب السترونج سمباثيتك ديستشارج. تمام، اشارات جايه من السمباثيتك بتاع ولعها ولع، شعللها شعلل، هيولع الدنيا، هيزود لك الهارت ريت، هيعمل لك فينو كونستريكشن يعني يضيق الاورده، وارتيريولار كونستريكشن هيضيق الشرايين الاتنين مع بعض. ده التاثير اللي هيعمل. فده هيخلي ضغط الدم يرجع للنورمال يا ابني، يرجع للطبيعي، يرجع للنورمال، يرجع للايه؟ للطبيعي. طب هو ضغط الدم بحسبه ازاي؟ ضغط الدم عموما بتحسبه اهو، بيساوي كاردياك اوتبوت، يعني كمية الدم اللي بيضخها القلب تمام في الدقيقة، في التوتال بريفرال ريزيستنس، في المقاومة الكلية اللي هيقابلها القلب. القلب اهو هو بيضخ الدم، القلب اهو عشان يضخ الدم بيكون في مقاومة في الشرايين، فهو بيضخ قدام مقاومة. فأنا كمية الدم اللي أنا ضخها في كمية المقاومة اللي هقابلها بضربهم في بعض تديني ضغط الايه؟ ضغط الدم. وده هناخده في الكارديو بالتفصيل. بس انت المطالب عليك دلوقتي تبقى عارفه القانون، بس تبقى عارفه ان البلاد بريشر بيساوي كارديك اوتبوت. لو اداها لك مباشر في المساله يقول لك كارديك اوتبوت مثلا 5 لتر، تمام، ريزيستنت كذا، تعوض تعويض مباشر. تمام. دكتور معلش انا مش فاهم حاجه، حقك. احنا دلوقتي لو حد، بص ركز معايا، واحد وقف مره واحده ستاندنج، تقول لي ايه المشكله ما يقف يا دكتور؟ المشكله ان الستاندنج لما وقف مره واحده ده قلل البلاد بريشر، يعني قلل ضغط الدم. اصحى للكلام، صح صح معايا، انه يقلل ضغط الدم ده يا دكتور اسمه ستيميولس، يعني مؤثر. تمام. مين اللي هيحس التغيير ده؟ ريسبتور. الريسبتور ده اسمه بارو ريسبتور. طب ده موجود فين؟ في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش. طب هيعمل ايه التغيير ده؟ التغيير ده هيبعت افرنت للمخ، لانه حته في المخ، ده للفازو موتور سنتر اللي في الميدالا اوبلونجاتا بتاعه المخ. فتبعت ايفرنت، الايفرنت ده هيروح للقلب وللشرايين وللاورده. القلب هيقول له زود الهارت ريت، الشرايين هيقول لها اعملي فازو كونستريكشن اضيقي، الاورده هيقول لها اعملي فينو كونستريكشن اضيقي. فالنتيجة ان ده هيرفع الضغط، يرفع الضغط للنورمال. فالضغط المؤثر كان الضغط قل، النتيجة الضغط زاد. تمام، النتيجة الضغط ايه؟ زاد. تمام، جميل. وخدنا الحاجات دي في النظري والامثلة خدناها اصلا في النظري، يعني اللي سمع النظري هيبقى مرتاح جدا. او الستاندنج
الدم هينزل في الفينز، تمام، البارو ريسبتورز تشتغل تزود السيمباثيتك. خلي بالك عشان ممكن يخزوقك في الامتحان، يجيب لك السكيما دي ومثلا يجيب لك دي متشطب عليها كده او فيها فراغ ويقول لك رقم واحد، رقم واحد دي ايه؟ ما البارا ريسبتورز هتشغل السمباثيتك، ولعها ولع، شعلها شعل، فتروح للقلب والشرايين والاورده. الشرايين هتضيقها والاورده هتضيقها، دي سهله، كونستريكشن. الهارت ريت هتزود ضربات القلب وتزود انقباض القلب وتزود الكاردياك اوتبوت، بتزود كل حاجه. سمباثيك يا ابني، ولعها ولع، شعللها شعل، فده هيرجع الضغط للايه؟ هيرجع الضغط للنورمال. سهله وبالفهم هتجاوب، سهله وبالفهم ايه هتجاوب. قال لك طب احنا نقدر نختبر تاثير الجاذبيه على القلب، نقدر نحسبها؟ قال لك في حاجه اسمها MABB، اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر، اللي هو متوسط ضغط الدم. متوسط ضغط الدم ده قانون تحفظه زي اسمك، متوسط ضغط الايه؟ الدم، لان بيجي عليه مسائل. قال لك المين ارتيريال بلاد بريشر بيساوي الدايستوليك بلاد بريشر، اللي هو ضغط الدم الانبساطي، زائد تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك. دكتور مش فاهم. مش احنا اتفقنا ان ضغط الدم ممكن يبقى 120 على 80؟ واتفقنا ان ال 120 ده السيستوليك بلاد بريشر وال 80 دي الدايستوليك بلاد بريشر. فهو يديك في المساله يقول لك 120 دي سيستوليك والدايستوليك 80، احسب لي المين ارتيريال بلاد بريشر. فانت حافظ القانون وتعوض. هتقول له الدايستوليك هنا 80 زائد تلت السيستوليك اللي هو ال 120 ناقص ال 80. تعويض مباشر تماما. اطرح 120 ناقص 80 40، اضربها في تلت ال 40، شوف كام، 12 مثلا ولا حاجه، واجمعها على الايه؟ ال 8. يبقى القانون مهم جدا، القانون مهم جدا. يقول لك المين ارتيريال بلاد بريشر بيتحسب ازاي؟ قول له الدايستوليك، تمام، زائد تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك، تمام. اداك مثال، مساله تجيلك لما انا اجي اقيس البلاد بريشر ضغط الدم لشخص هيلسي لشخص صحيح، السيستوليك بلاد بريشر طلع 110، اكتب له كده، اكتب طلع المعطيات، سيستوليك بلاد بريشر 110، تمام. وقست له الدايستوليك طلع 80، اكتب كده المعطيات، دايستوليك بلاد بريشر 80. طلع معطيات المساله. معلش المعمل النهارده في رياضه، وانا خليك برنس رياضه واخلي لك المسائل دي لعبه مضمونه، لان خلي بالك المعمل ده عليه من 10 ل 20 درجه مضمونين. فعوض المين ارتيريال بلاد بريشر، اكتب القانون، لازم تكتب القانون، مهم. الدايستوليك زائد تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك، عوض 80 اهو اللي هو الدايستوليك زائد تلت السيستوليك كام؟ 110 ناقص 80. 110 ناقص 80 كام؟ 30. تلت ال 30 10، فدي كلها نتيجتها 10. 10 زائد 80 90. يبقى القانون سهل وبسيط، تمام. قال لك ممكن تحصل تغيرات في الضغط بسبب الجرافيتي، الجاذبيه، بالقانون بنسميه الرو جي اتش. الاتش دي اللي هو الارتفاع الرأسي عن القلب. يعني انت مثلا دلوقتي انت بتقيس في مستوى القلب، طب انت قست في مستوى اعلى من القلب، فوق القلب، ولا قست الضغط في مستوى تحت القلب؟ هيحصل تغييرات؟ قال لك هتحصل تغييرات. الرو دي السبيسيفيك جرافيتي، الجاذبيه النوعيه بتاعت القلب، والجي دي اللي هي الجرافيتي، جاذبيه الايه؟ القلب. قال لك بص، اي طول هيتغير اضربه في رقم ثابت 78%. دكتور مش فاهم. قال لك لما انت بتقل عن القلب بيزيد الضغط، ولما بتبقى فوق القلب بيقل الضغط. دكتور انا مش فاهم، الكلام ده مش واضح في الايه؟ في البتاع خالص. قال لك بص، هيجي يقول لك لو انا above، يعني فوق الليفل مستوى القلب، فالمين ارتيريال بلاد بريشر انت بتحسبه انك انت بتجمع، لو فوق بتطرح قصدي، لو بيلو بتجمع. دكتور انا مش فاهم وانا تهت اكتر. بص الكلام هنا مش واضح، الكلام هنا مش واضح ويلخبط التخين. عشان كده انا عملت لك السكيمه دي، قوانين العبد لله، ورقه واحده تحل بيها اي مساله. الورقه دي خلاصه تعب السنين، هتسهل لك الدنيا جامد. بص تعالى اول حاجه نطبق. احنا اتفقنا المين ارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم،
بس لازم بص at level of heart، عند نفس مستوى القلب. انا عايز اقيس الضغط عند نفس مستوى القلب، فبيساوي الدايستوليك اللي هو ضغط القلب الانبساطي زائد تلت، وخلي بالك من زائد ولا ناقص، زائد تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك. دي اتفقنا لما اقيس عايز المتوسط عند مستوى القلب. طب لو قالك في حاجة تانية غير مستوى القلب، قالك فوق مستوى القلب او تحت مستوى القلب، بص عملت لك قاعدة. لو قالك تحت، انت طبعا هتقول تحت يعني اطرح، لا العكس اجمع. طب فوق، فوق انت هتقول فوق يعني اجمع، لا اطرح. فاحفظ الكلمتين دول، تحت هجمع، فوق هطرح، تحت هجمع، فوق هطرح. خالف المنطق يا ابني. انت المنطق هتقول تحت هطرح، فوق هجمع، لا. فوق، فوق above اطرح، تحت اجمع. العكس، العكس. تمام. جميل جميل. قال لك، هو يقول لك مثلا في المسألة أنا عايز أقيس ضغط الدم فوق القلب ب10 سنتي. فال10 سنتي دي المسافة الديستنت، البعد عن مستوى القلب. بص حتى كاتب لك القانون اهو، البعد بالعربي في رقم ثابت 78%. فأي مسافة هيديها لك أنت عايز تحسب متوسط ضغط الدم، هتضرب ال 78% دي في المسافة. يعني لو 10 تضرب ال 78% دي في 10. احفظ القانون دلوقتي وانطبق. لو قال لك عايز متوسط ضغط الدم تحت القلب، وقلنا تحت، تحت يعني هجمع. بص هجمع، هتجمع المين ارتيريال بلاد بريشر عند مستوى القلب زائد الايه المتوسط اللي انا جبته ده، اللي بيساوي الرقم الثابت في المسافة. طب لو قال لك المين ارتيريال بلاد بريشر فوق مستوى القلب، فوق يعني هطرح، هجيب المين ارتيريال بلاد بريشر عند مستوى القلب واطرحه من الايه، من المتوسط، واطرحه من المتوسط. دكتور مش فاهم، مش فاهم الفكره. هي فكره المثال دي، انت المفروض دلوقتي انت بتقيس ضغط الدم اهو، شخص طبيعي المفروض دراعه عند مستوى الايه القلب، فده اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر عند الليفل بتاع القلب. فانت لو قسته مثلا رفع ايده كده وقسته فوق مستوى القلب، ففوق مستوى القلب مثلا ب10 سنتي، طالما فوق هتطرح. تمام، طالما فوق هتطرح، هتجيب اللي هو الضغط اللي انت قسته عند مستوى الدم، وهتحسب حاجة اسمها متوسط ضغط الدم. ده بيساوي كام؟ بيساوي رقم ثابت 78% في المسافة. طلعت 10 سم تضرب في 10، طلعت 15 سم تضرب في 15. وطالما طلعت فوق، الناتج هنا هتطرحه من هنا طالما طلعت فوق. طب نزلت تحت بقيس في الرجل مثلا اهو، فطالما تحت دي بيلو فانا هجمع. تمام، هجيب ده واجمعه على برضو المتوسط بتاع المسافة. دكتور مش فاهم، بالراحة. ادي المين ارتريال بلاد بريشر ده عند مستوى القلب، تساوي الدايستوليك زائد تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك، ودي سهل. ده كده كده لازم تعملها، المتوسط بتاع الضغط الرقم الثابت في المسافة، مالكش دعوة هو طلع نزل، المهم المسافة كام، 10 20 سنتي اضرب. هو قال لك بقى انا عايز تحسب لي تحت مستوى القلب، تحت هتجمع الرقم اللي انت جبته في المسألة فوق ده وتجمعه مع الرقم ده. طب لو قال لك below يعني تجمع. طب لو قال لك above مستوى القلب، above يعني فوق، هتطرح، هتجيب الرقم ده وتطرحه من ده. دكتور طبق لي عشان افهم. طبق لك انا مسألة، هتجيلك مسألة خلي بالك اهو. بيقول لك المين ارتيريال بلاد بريشر بيساوي 100 عند مستوى القلب. المين ارتيريال بلاد بريشر عند مستوى القلب. طب عند مستوى القلب 100، طب امتى احسب لي المين ارتيريال بلاد بريشر على مسافة 10 سنتي تحت القلب؟ وطالما شفت تحت يبقى هجمع، طالما تحت يبقى ايه، هجمع. انت اول حاجة انت عايز تحسب اللي هو الايه، متوسط ضغط الدم.
متوسط ضغط الدم قلت لك ده رقم ثابت اللي هو ال 78% في المسافة هنا كام؟ 10 سم، اضرب في 10. فأول حاجة حسب المتوسط، فطلع كام؟ 7.8. وطبعا احنا قلنا بيلو يبقى هنجمع، يبقى هتجيب دي اللي هو المين ارتيريال بلود بريشر وتجمعها مع ايه؟ وتجمعها مع دي. تمام؟ فاجمع ال 100 زائد ال 7 و8 هتطلع ايه؟ 108. صعبة؟ ده مش صعبة خالص. طب تاني، مين ارتيريال بلود بريشر كام؟ 97 عند مستوى القلب. يعني احنا كده بص، الرقم ده 97، يعني ناتج المسألة دي 97، الناتج بتاعها اهو 97. تمام؟ قال لك انت عايز ايه؟ مسافة 10 سنتي above. اول ما تشوف above يبقى انا هطرح 10 سنتي. طبعا 10 سنتي يبقى انا عايز اجيب الحاجة التانية اللي هي دي، فاضرب 78% في 10 تطلع 7.8. انت عندك دلوقتي الرقم اللي فوق والرقم اللي تحت. هو قال لك فوق ولا تحت القلب؟ قال لك فوق. فوق يبقى هطرح الناتج الاولاني اللي انا جبته اللي هو ال 97 قاله لي في المساله، واطرحه من ال 7 وايه و8. تمام؟ هتطلع حوالي 89. ممكن يتخابس عليك وما يجيبلكش رقم 97 ده مباشر اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر، لا يقول لك الدايستوليك عندي مثلا 80 والسيستوليك 120 عشان تعوض وتطلع انت ال 97. هنحل مسائل كتير وافكار كتير في فيديو لوحده كده بحيث انت ايه تتعود. تمام؟ دي فكرة المسألة. والمسائل الورقة دي يا جماعة سكيبا العبد لله هو اللي عملها لك، وقواعد تخليك تحل اي مسألة. يبقى دي كده اول تجربة بتاعت الشخص اللي بيقف مرة واحدة. التجربة التانية اللي ممكن تيجي لك البلاد جازس ريجوليشن، تنظيم الغازات ازاي؟ قال لك بص، قال لك دي البلمونري هوميوستيزيس، التوازن بتاع البلمونري الرئة. لو زاد السي او 2 اكسس اللي هو زيادة السي او 2 طبعا ضر، او الاكسجين لاك يعني نقص الاكسجين. طبعا زيادة السي او 2 في جسمك مصيبة، ونقص الاكسجين في جسمك مصيبتين. فخلي بالك من الحتة دي مهمة للغاية. قال لك بص، زيادة ال CO2 في جسمك ده بيحفز وبيصير بريفرال وسنترال كيمو ريسبتورز. كيمو ريسبتورز دي مستقبلات بتحس الكيمياء تغير CO2 أو الأكسجين. في موجود منها في البريفرال في الأطراف، في موجود منها في السنترال. أول ما تحس زيادة ال CO2 يعني كده التنفس عندك قليل، فهي بتبعت اشارات impulses، تبعت اشارات للريسبيراتوري سنترز، مراكز المسؤوله عن التنفس في جسمك، تقول لها زودي البلمونري فنتيليشن خلي الولد يتنفس. زودي البلمونري فنتيليشن خلي الولد يتنفس، فيحصل ووشنج للسي او 2، يعني السي او 2 يترمي يتغسل. السي او 2 اللي متراكم في جسمك ده يتغسل، فبالتالي يقل السي او 2 ويرجع للنورمال. مثال التاني، الاكسجين لاك، نقص الاكسجين، برضه هيحفز البريفرال والسنترال كيمو ريسبتورز، فده يخليها تبعت اشارات للريسبيراتوري سنتر تزود التنفس عشان يدخل لك اكسجين كتير ويرجع طبيعي. دكتور مش فاهم حاجه، بالراحه تعالى نرسم ونفهم. انت دلوقتي الرئه بتاعت حضرتك تمام، مليانه سي او 2. زياده السي او 2 دي هتحفز، ما ده المؤثر الستيمولس، هتحفز البريفرال والسنترال كيمو ريسبتورز، ما دي مستقبلات، فهتبعت اشارات للمخ. افرنت هيروح للمخ للريسبيراتوري سنترز، مستقبلات او المراكز المسؤوله عن التنفس، هتخليها تبعت افرنت يروح للرئه، يقول للرئه زودي الفنتيليشن، زودي التنفس. فلما تزود التنفس هيحصل ووشنج، يعني ال CO2 هيتم طرده، هيتغسل، فيرجع مستوى ال CO2 للطبيعي. نفس الحكاية لو الأكسجين قل، أكسجين لاك، ده يروح يحفز البريفرال والسنترال كيمو ريسبتورز،
فتروح للريسبيراتوري سنترز اللي هي المراكز المسؤولة عن التنفس، هتزود برضو الفنتليشن عشان يدخل جوه جسمك هواء كتير فيرجع الأكسجين للنورمال. لعبة ولا مش لعبة؟ الريفلكسات لعبة يا ابني. فبص بالراحة، اقرا هتلاقي نفسك فاهم، واللي بيفهم بيريح. السي او 2 زاد، فده هيحفز ستيموليتس، يعني يحفز ويصير البريفرال والسنترال كيمو ريسبتورز، هيزود الاشارات اللي رايحه لمراكز التنفس، فيزود البلمونري فنتريشن عمليه التنفس، فده هيطرد ويغسل السي او 2 الزايد، فالسي او 2 هيقل ويوصل للنورمال للطبيعي. طب لو الاكسجين قل، ده هيحفز البريفرال كيمو ريسبتورز الطرفيه، هيزود الاشارات اللي رايحه يا ابني للريسبيراتوري سنتر المراكز المسؤوله عن التنفس، هتروح للرئه تقول لها يا رئه اتلحلحي وتشجعي وتنفسي اكتر، خلي الولد يتنفس اكتر عشان يزيد الاكسجين ويرجع للايه، ويرجع للطبيعي. فهمت؟ ده ايه؟ ده ريفلكس. فالاستيمولاس المؤثر زياده السي او 2. زيادة السي او 2 ده ممكن يكون بسبب نقص البي اتش، الوسط بقى حامضي، أو زيادة الهيدروجين، وبرضه المؤثر نقص الأكسجين. زيادة الهيدروجين يا جماعة اللي هو نقص البي اتش اللي هو الوسط يبقى حامضي، ده بيراكم السي او 2. مين المستقبلات اللي هتحس؟ البريفرال كيمو ريسبتورز الموجودة في الكاروتيد والأورتيك بودي، كاروتيد وأورتيك بودي دي اللي بتحس الأكسجين لاج، نقص الأكسجين. يبقى البريفرال مسؤولة عن نقص الأكسجين، تمام. والسنترال الموجودة في الميدالا اوبلونجاتا الموجودة في المخ دي المسؤولة عن زيادة السي او 2، هي اللي بتحس السي او 2 او نقص البي اتش او زيادة الهيدروجين. ما نقص البي اتش او زيادة الهيدروجين او الوسط الحامضي او زيادة السي او 2 هي. يبقى نقص الاكسجين خلي بالك اللي بيحس بيه البريفرال، والسنترال هي اللي بتحس نقص البي اتش. هتبعت افرنت، الافرنت هيروح للمخ، الريسبيراتوري سنتر الموجود في الميدالا اوبلونجاتا، حتى الان كل المراكز خدناها في الميدالا اوبلونجاتا. تبعت افرنت يروح للافكتور يا جماعه اللي هي العضلات بتاعه التنفس، الدايفرام والانتركوستال ماسلز، العضلات اللي بين الضلوع، الدايفرام الحجاب الحاجز، يزودوا التنفس، يزودوا الفنتليشن، يزودوا معدل التنفس الريت والدبس يعني عمق، ومعدل البريزنج التنفس. فهمت الفكره؟ فكره ثابته. الفكره ايه؟ ثابته اهي. ده برضو نيجاتيف فيدباك. الاستيمولس يا جماعه عمال يعد لك الاستيمولس، تمام، زياده السي او 2، تمام، او نقص البي اتش، او زياده الهيدروجين، او نقص الاكسجين، تمام، هيحفز الريسبتورز اللي هي الكيمو ريسبتورز الموجوده في الاورطه والكاروتيد ارتريز، موجوده في الايه، الاورطه والكاروتيد ارتريز. هتروح تبعت افرنت للكنترول سنتر، ريسبيراتوري سنتر الموجوده في البرين ستيم اللي موجوده في الميدالا اوبلونجاتا، تبعت للريسبيراتوري ماسلز العضلات المسؤوله عن التنفس اللي هي الافكتور، فالتاثير يزيد الريت والدبس بتاع الايه، البريزنج، تمام، فيرجع الايه، ترجع الاكسجين والاو 2 للنورمال. يجيبها لي في الامتحان ازاي؟ بدل الكلام ده يعني مثلا هو يقول لك ايه، زياده السي او 2 ونقص الاكسجين، يروح عامل لك على دي واحد وما يكتبلكش الكلام ده عشان انت اللي تقوله، فتقول له الواحد دي اللي هي الريسبتور اللي هي الكيمو ريسبتور في الاورطه او هكذا، يروح كاتب لك الكنترول ويروح عامل لك على الافكتور دي يجيبها لك فاضيه، ويعمل لك رقم 2، تقول له الافكتور دي اللي هي ريسبيراتوري ماسل، ممكن يجيب لك على الريسبونس ويعمل لك عليها 3 ويسيبها لك فاضيه، فانت تقول له هيزيد الريت وهيزيد الدبس. فهمت؟ فعايز يشوفك في الامتحان انت عارف ولا لا، عايز يشوفك في الامتحان انت عارف ايه، عارف ولا لا. التجربه الثالثه معانا، احنا في المعمل ده عندنا يعتبر 4 تجارب. التجربة الثالثة معانا هي الأوزموتيك فراجيليتي تيست. الأوزموتيك فراجيليتي تيست دي بستخدم الأوزموزس عشان أشوف الار بي سي كرات الدم الحمراء فراجايل يعني هشة سهلة التكسير ولا لأ. بشوف الار بي سيز كرات الدم الحمراء هشة، بص شايف اتكسرت وزعلانة ازاي، هشة وسهلة التكسير ولا لأ. فبص تعرفها الأوزموتيك فراجيليتي
ده اختبار عشان ديتكت يعني يكتشف. ترجم معايا كل كلمة، أقسم بالله يا ابني أنا بقول لك الامتحان بفهمك كل كلمة، والحاجات اللي بقول لك عليها بتيجي دي هي اللي بتيجي، ركز معايا. الاوزوموتيك فراجيليتي ده تيست، اختبار عشان اكتشف الريد بلاد سيلز، كرات الدم الحمراء، تمام، ذات ار مور فراجايل، يعني بتكون هشة اكتر من الطبيعي. طب الخطوات ازاي؟ طبعا الخطوات انت مش هتعمل عملي الحاجات دي، انت بيجيلك في الامتحان صورة وبيسألك عليها، بس تعالى ايه نفهمك الخطوات. انت الفكرة عايز تسحب عينين الدم من الشخص، فانت بتشوف المكان اللي انت تسحب منه العينة، اللي هتغزه فيه البنكشر سايت، مكان الوخز، المكان اللي هتسحب منه، يعني مثلا دراعه، ادي دراعه، احنا غالبا بنسحب في الميديان كيوبيتال فين، الشريان ده، تمام. فمكان البنكشر، مكان الغزة ده هتنضفه سكليند ويز انتيسبتيك، حاجة مطهرة معقمة كده. ويا ريت تحط الاستيك باند زي الكف مثلا بتاع جهاز الضغط، او حاجه، اي حاجه او اي رباط او تربط، بحيث الدم ايه يبقى سهل ان انت شايف، والشريان الوريد يبقى ايه واضح. فانت في الابر ارم اللي هو الدراع من فوق بتربط حواليه حاجه، تمام، عشان الدم يتضغط ويبقى ظاهر. بتغرز الابره بتاعتك النيدل، بتحطها في الفين وتسحب ايه، وتسحب الدم وتحطها في فايل اللي هي الايه، الانبوبه بتاعتها اللي بيكون فيها هيبارين عشان ما تتجلطش وهكذا. بتشيل الابره خلاص، وبتحط على طول قطنه مكان الابره عشان ما يحصلش اي بليدنج، اي نزيف يقف. وبتبدا تجيب 10 انابيب، 10 انابيب، وتحط نقطه دم في كل انبوبه، وتحط صلاين، تحط ملح بتركيز مختلف في كل الانابيب دي عشان تختبر رد فعل الار بي سيز. دكتور انا مش فاهم حاجه، يا عم اعتبرها مش موجوده، تمام، مش عليك، مش هيسالك فيها، مش هيخليك تعمل الطريقه، بس انا بفهمك الفكره. لقطتها تمام، ده حاجه بديهيه اي حد هيكون عارفها، تمام. تسحب عين الدم، طهر. عمرك ما سحبت دم التحليل؟ ما شفتش حد هو بيطهر لك الدنيا ويعمل لك الدنيا ويسحب لك ويحط قطنة بعد السحبة؟ الموضوع ايه بسيط. الفكرة، تعالى في الفكرة عندنا الأساسية هنا. قال لك قبل ما تفهم الفكرة الأساسية أنا لازم أديك قاعدة، وأنت عارف قواعد العبد لله بتفهمك وتسهل لك الدنيا. قال لك احنا عندنا أنواع من المحاليل. أول محلول الأيزوتونيك سوليوشن، وكلمة تونيك يعني ملح، وأيزو يعني متساوي، الأملاح فيه متساوية. فبص، انا دلوقتي عندي الخليه الار بي سيز وادي المحلول. الايزوتونيك سوليوشن يعني الملح هنا، السولت هنا بيساوي السولت هنا، الملح جوه قد بره الخليه. وطالما الملح متساوي في الناحيتين، فكذلك الميه متساويه في الناحيتين. فهل هيحصل اي تغيير؟ هل الميه تتحرك من بره لجوه او من جوه لبره؟ قال لك لا. فما بيحصلش اي تشينج، مفيش اي تغيير، نو تشينج. لأن أنت عارف قاعدة عامة إن المادة بتتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، دي قاعدة عامة، تمام. يبقى خلي بالك في قاعدة عامة، قواعد عامة تكتبها معايا عشان إيه تبقى عارفها. القاعدة الأولى إن المادة بتتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، ودي قاعدة بديهية والكل عارفها. القاعدة التانية، المية والملح أعداء، المية والملح أعداء عكس بعض. عارف عمرو دياب كان قال لك أغنية كنا دايما عكس بعض، قول لي من امتى اتفقنا، ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فرقنا. فالمية والملح دايما عكس بعض، المية تكون ماشية في حتة، الملح يمشي في الحتة التانية، تمام. زي ما يكون عندك اكس خذلك خزوقك، كان مطين عشتك، فأول ما تشوفه جاي من شارع بتمشي من شارع تاني مش عايز أشوف أمه. أنت فاهم؟ جيت على الجرح، معلش، عشان تذاكر وتركز، تمام. طب انت يا دكتور هتمشي مع ايه؟ انا دايما بمشي مع الميه، انا دايما بمشي مع الايه، ميه.
يبقى 3 قواعد أساسية: إن المادة بتتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، وإن المَيّة والملح أعداء، وإن أنا دايمًا بامشي مع المَيّة. تمام؟ جميل. تعالَ قال لك لو أنا اتحطيت في محلول hypertonic solution. hyper يعني إيه؟ يعني زايد. tonic يعني إيه؟ الأملاح فيه زايدة. فبُص، آدي المحلول وآدي كرات الدم. أنت اتحطيت في إيه؟ في hypertonic، يعني الأملاح هنا إيه؟ الأملاح عالية. وطالما الأملاح برّه عالية يبقى الأملاح جوّه إيه؟ الأملاح جوّه قليلة. صح كده؟ ما أنا اتحطيت في محلول hypertonic، حطيت دي كرات الدم الحمرا الRBCs، حطيتها في محلول أملاحه كتير. فالأملاح الكتيرة يا جماعة، تمام، طالما برّه كتيرة يبقى جوّه قليلة. القاعدة اللي أنا عملتها لك رقم 2: إن المَيّة والملح أعداء. فطالما الملح عالي برّه، فبالتالي المَيّة هتبقى قليلة برّه. وطالما الملح قليل جوه، فالمية هتبقى عالية ايه؟ هتبقى عالية بره. القاعدة الأولى اللي أنا قلت لك عليها إن أنا بتحرك من المادة من التركيز الأعلى للتركيز الأقل. طب يا دكتور أنت هتتحرك من التركيز بتاع الملح ولا بتاع المية؟ قال لك أنا بمشي دايما القاعدة الثالثة مع المية. فأنا هتحرك منين أهو؟ من التركيز الأعلى للمية للتركيز الأقل للمية. فهتلاقي إن المَيّة بتتحرك من الخلية بتطلع برّه، من التركيز الأعلى للتركيز الأقل. فالمَيّة عمّالة تطلع برّه الخلية، فالخلية بتصغر في الحجم، بتنكمش، بيحصل لها shrinkage. shrinkage يعني إيه؟ انكماش. يبقى أنا لو حطيت كرات الدم الحمرا في محلول hypertonic، يعني أملاحه عالية يا ابني، هلاقي المَيّة هتطلع منه ويحصل لها shrinkage انكماش. طب بص يا دكتور ركز معايا، لو حطيت في محلول هايبوتونيك سوليوشن. يعني ايه هايبوتونيك يا دكتور؟ يعني املاحه قليله. املاحه ايه؟ السولتس قليله. رسم لي وفهم لي يا دكتور. المحلول الاملاح فيه قليله، السولتس قليله، فجوه الخليه السولتس هتبقى ايه؟ الاملاح عاليه. وطالما هنا الاملاح قليله، ها، فيبقى الميه هنا ايه؟ الميه عاليه. وهنا المية هتبقى إيه؟ المية هتبقى قليلة. والقاعدة بتاعتي أنا بمشي من التركيز الأعلى للتركيز الأقل لمين؟ للمية، لأن أنا دايما مع المية. فالمية هتتحرك من بره لجوه، من بره لجوه، من بره لجوه. فالخلية تفضل تزيد في الحجم، تزيد في الحجم، تزيد في الحجم، تتملي مية لحد ما يحصل لها ربشر. ربشر يعني إيه؟ يعني تفرقع. ففي الهايبوتونيك سوليوشن الخلية يحصل لها ربشر، هتفرقع. مهم الفهم يا جماعة، فهم وقواعد العبد لله اللي بيديها لك اساسيات اقسم بالله تريحك. انا لو حطيت في هايبرتونيك سوليوشن الاملاح عاليه والميه والملح كنا دايما عكس بعض، قول لي من امتى اتفقنا؟ ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا. فهايبرتونيك سوليوشن الاملاح عاليه، فمعنى ذلك ان الميه قليله، والعكس جوه الخليه. طب انت هتتحرك منين؟ من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، للملح ولا للميه؟ انا دايما مع الميه. فاتحرك من التركيز الاعلى للميه للتركيز الاقل، هطلع الميه لحد ما الخليه هتنكمش يا ابني، هيحصل لها شرينكج، هتنكمش. طب لو حطيت في هايبوتونيك سوليوشن، هايبوتونيك سوليوشن يعني الملح قليل، فيبقى جوه عالي. يعني معنى ذلك ان الميه عاليه لان كنا دايما عكس بعض، فالميه جوه قليله. فهتحرك دايما مع الميه من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، الخليه تفضل تزيد في الحجم، تزيد في الحجم لحد ما يحصل لها ربشر. طب انا لو حطيت في ايزوتونيك سوليوشن، ايزوتونيك يعني الملح متساوي، فالملح هنا قد الملح هنا، والميه هنا قد الميه هنا، فمفيش حاجه لا هتطلع ولا حاجه هتدخل، الدنيا متساويه، فيبقى نو تشينج. دكتور انا مش فاهم حاجه، انا بصمجي. طالما انت بصمجي يبقى تبصمج. الايزو ده متساوي متعادل، مفيش اي تغيير. تمام. هايبر كبير بيحصل انكماش، هايبر كبير بيحصل انكماش.
لكن الهايبو الصغير بيحصل رابشر يعني بيزيد ايه وينفجر. دكتور برضو انا ايه دخلي بالكلام ده؟ التجربه هتجيلي ايه؟ التجربه المهم فيها البرنسبل، الاساس العلمي. قال لك الفكره التجربه انا بشوف الار بي سيز هتستحمل الملح وهتفرقع امتى، يحصل لها رابشر امتى، يمولسس امتى. قال لك احنا نحط الار بي سيز في سوليوشن، يعني في محلول في مستويات مختلفه من الايه، من الاملاح. تمام، جميل جدا. يعني مثلا الايزوتونيك سوليوشن، هل هيحصل اي تغيير؟ أو مش هيحصل اي تغيير. الاوزمولاريتي بتاعته املاحه مثلا بتساوي 300 ملي اوزمول، مش هيحصل اي تغيير. طب لو حطيت في هايبو، قلت لك الهايبو الصغير بيحصل رابشر، يمولسس، تكسير. يعني سبحان الله احنا النهارده في كل حاجه كنا دايما عكس بعض. معمل برعايه اغنيه عمرو دياب كنا دايما عكس بعض. حتى في مستوى القلب لما كنا بنحسب المساله قلت لك اباف، انت قلت لي هتجمع، قلت لك لا هتطرح. بيلو قلت لي هطرح، قلت لك لا هتجمع، عكس الدنيا. فهنا هايبو هتقول لي خليها تنكمش، هايبو يعني صغيره تنكمش، اقول لك لا لا ده يحصل رابشر، هتكبر، يحصل هيموليسيس. تمام. الزوميلاليتي بتكون اقل من 300. طب الهايبر هتقول لي هايبر كبير، قال لك تنكمش. طب انت بذمتك الكلمتين دول هتفهمهم لو انت قريتهم كده؟ والله ولا هتفهمهم. لكن العبد لله فضل يديك سكيمات ويفهمك ويرسم لك ويديك قواعد عشان تفهم. حضرتك مش عايز تفهمها جت ازاي فسيولوجيا، بصمجها. ايزوتونيك نو تشينج، هايبر هتنكمش، هايبو هتزيد وتفرقع. اللي عايز يفهم هيفهم، اللي عايز يبصمج ويعمل بصمج ولم دنيتك. تمام، جميل جدا. الاسموزس نفس الفكره. الايزوتونيك مفيش اي تغيير، لكن الهايبوتونيك الاملاح قليله يا ابني، الاملاح قليله يعني الميه هنا زايده فتدخل هتكبر الخليه. فالهايبو الخليه هتكبر هتزيد لحد ما تفرقع. لكن الهايبرتونيك الخليه هتنكمش يا ابني في الحجم، الخليه تنكمش ايه في الحجم. فقال لك بص، النتائج الطبيعيه النورمال ريزلتس ان عند تركيز الملح التسعة من عشرة ما بيحصلش اي هيموليسيس، ما بيحصلش اي تركيز للاربسيس. بتلاقي السائل ابيض شفاف زي الميه، اكتب كده سائل ابيض شفاف زي الميه، والار بي سيز كرات الدم الحمراء موجوده في القاع. بص هجيب لك انبوبه فيها سائل زي الميه، هي ميه، بص ابيض زي الميه، وار بي سيز تحت، يبقى دي تستحق لقب نو هيموليسيس، مفيش اي تكسير. ده تركيز الملح فيها كام؟ 9/10. تركيز الملح فيها كام؟ 9/10. تمام. لكن بص دي السائل احمر خفيف وفي ار بي سيز برضه اترسبت، فده بنسميه بارشيال هيموليسيس، يعني تكسير ايه؟ تكسير خفيف. تركيز الملح فيها بيكون عند 45%، ده بنسميه بارشيال هيموليسيس، بتلاقي احمر خفيف. لكن لقيت بص كلها احمر زي الكركديه اهو، مفيش اي ار بي سيز مترسبه، فده بنسميه كومبليت هيموليسيس. كومبليت ايه؟ كومبليت هيموليسيس، اتكسرت بالكامل. وده عندي تركيز 33، تركيز الملح 33. فجرت العادة كلمتين ورد غطاهم، هيجي لك في الامتحان الصورة دي ويكتب لك عليها رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، ويسألك في الامتحان يقول لك هي التجربة دي اسمها ايه او تستحق لقب ايه؟ قول له دي الاوزموتيك فراجيليتي تيست. هيقول لك طب استخدامها ايه؟ هقول له ديتكت يعني اكتشف هل الاربسيس فراجايل ولا لا، فراجايل اور نوت. هيقول لك طب بعد اذنك يا دكتور هي الانبوبه رقم 1 دي بتدل على ايه؟ قول له بتدل ان نو هيموليسيس، مفيش تكسير. ليه يا دكتور؟ انت شايف سائل ابيض زي الميه وشايف شويه اربسيس مترسبه تحت. طب يقول لك تركيز الملح هنا كام؟ قول له 9/10. طب لقيت سائل احمر خفيف وترسب ار بي سيز، يبقى ده بارشال هيموليسيس، يعني تكسير او نسبه الملح كام؟ عند 45%. لقيتها حمرا زي الكركديه ومفيش اي حاجه مترسبه، ركز على الترسيب، مفيش اي حاجه مترسبه، يبقى ده كومبليت هيموليسيس عند 33%. فبص عند 9/10 ده سائل شفاف زي الميه، ده يعني نو هيموليسيس، مفيش تكسير. طب البارشال هيموليسيس
بتلاقي السائل مغمق شوية، اللي هو ده اللي هو أحمر شفاف، عند تركيز 45% من الملح، ممكن عند تركيز 55% عادي في الأطفال لسه مولودين. لكن الكومبليت هيموليسيس ده عند 33 من 100، بتلاقي السائل أحمر غامق ومفيش وزاوت يعني مفيش بدون ار بي سيز سيدمنت يعني ترسب للار بي سيز. فالصورة دي مهمة جدا يا جماعة، الصورة دي مهمة جدا، هي اللي بتجيلك في الامتحان. فدي نو هيموليسيس اللي انت تشوف فيها ميه دي على طول نو هيموليسيس. البارشل هتلاقي احمر خفيف وفيه ترسب، لكن ده احمر كامل ومفيش ترسب كومبليت هيموليسيس. في نتائج ابنورمال انت لو تلاحظ ان بدأ التكسير عند 45%، قال لك ده انا ممكن الاقي التكسير يبدأ عند 7/10. ازاي؟ لو حد عنده مرض اسمه هيريديتري سفيروسايتوزس. الهيريديتري سفيروسايتوزس الار بي سيز بتكون مدوره، وسفيرو يعني سفيريكال، مرض، فبتبقى سهل يدخل فيها ميه وسهل تفرقع. فبنلاقي ان الهيموليسيس بيزيد، التكسير بيزيد يا جماعه، والار بي سيز بتكون مور فراجايل، بتكون هشه اكتر انها تتكسر في الهيريديتري سفيروسايتوزس. فلو سالك عن حاجه ابنورمال، قول له في هيريديتري سفيروسايتوزس ده ممكن الاقي الار بي سيز تتكسر يا دكتور، تمام، عند 7 من 10. فمهم جدا، مهم جدا الصوره دي، تمام، مهم جدا النتائج وتركيز الاملاح. سهله، بسيطه بسيطه. اخر حاجه معانا بقى البادي تمبريتشر، ودي اسهل حاجه، درجه حراره الجسم. درجه حراره الجسم، تمام، انا بقيسها بحاجه اسمها الثرمومتر، اللي هو الترمومتر. ممكن يجيب لك صور الترمومتر ده فتقول له قول له ده الثرمومتر. والثرمو يعني حراره، وميتر يعني مقياس، ثرموميتر مقياس للحراره. ممكن اقيس الحراره في البق، في الماوس بنسميها اورال، ودي بتختلف، بتعمل شو جريد فاريشنز، ممكن تعمل اختلافات وما تكونش دقيقة. ليه؟ واحد لسه مدخن بيشرب سجاير وتحط على طول الترمومتر في بقه، طب ما من الدخان اصلا الدنيا تبقى هوت، او انت لسه واكل حاجة سخنة او شارب حاجة سخنة او شارب حاجة ساقعة، او الماوس بريزنج تنفس في جو ساقع، فده ممكن يغير درجة الحرارة. المهم انك انت ممكن تقيس من الماوس من الفم، ممكن تقيس من الأكسلة الإبط، ممكن تقيس من الريكتم المستقيم فتحة الشرج، ودي هي اللي بتعكس الكور تمبريتشر، درجة حرارة الجسم الداخلية، دي مهمة ودي الأفضل. ممكن تقيس في أي حتة في الجلد. طب إيه يا دكتور الأفضل؟ الأفضل الكور، بعد كده الأورال الفم، بعد كده الأكزيلاري. يبقى أفضل حاجة الكور، الأورال، الأكزيلاري. مهم، هيجيب لك في الامتحان صورة الثرمومتر، عشان تقول له ده ثرمومتر. ممكن يقول لك قول لي الطرق الاماكن، فتقول له في الماوس، في الاكسلا، في الريكتم، في السكين. قال لك انت بتراقب مونيتور، يعني بتراقب درجة الحرارة عشان يحصل هيت بالانس. هيت بالانس يعني ايه؟ يعني معدل فقد الحرارة يساوي قد معدل اكتساب الحرارة. انت فقدت حاجة قد ما خدت حاجة. اديت حد اهتمام يديك اهتمام، اديت حد حب يديك حب، تمام. لكن امتى يحصل امبالانس؟ تمام، انت عمال تاخد اكتر، عمال تكتسب حرارة وما بتطلعش حرارة، يعني الاكتساب اكتر من الفقدان، فانت درجة حرارة جسمك هتزيد. لكن انت لو بتفقد كتير، عمال تفقد حرارة كتير اكتر ما بتكتسب، فدرجة حرارة جسمك هتقل. منطقي، انا عمال اكتسب حرارة قاعد على نار، هتزيد درجة حرارة جسمك. لكن عمال تفقد حرارة، فدرجة حرارة جسمك هتقل، تمام. فسهل. طب الكنترول سيستم، يعني اللي بيتحكم في درجة حرارة جسمك، التغيرات اللي هو الهيت جين، اكتساب الحرارة وفقدان الحرارة، ده السيرمو ريجولاتوري سنتر، السنتر المسؤول عن تنظيم الحرارة، وده موجود في الهايبوثالاموس، حتة موجودة في المخ، هي المسؤولة عن تنظيم الحرارة بالنيجاتيف فيدباك. بص، أي تغير في درجة الحرارة هيروح للسيرمو ريسبتورز، المستقبلات المسؤولة عن الحرارة،
هتبعت افرنت للمخ. فين في المخ؟ الهايبوثالاموس. فتبعت افرنت بقى للايه؟ للغدد العرقيه والاوعيه الدمويه عشان تتخلص من الحراره وترجع الحاجه للنورمال. فانت اللي بيحس الحراره السيرموريسبتور، نفس الفكره، يبعت افرنت يروح للسنتر، يبعت افرنت يروح للعضو المسؤول ويظبط الدنيا. طبعا في الامتحان يجي لك ازاي؟ يجي لك هنا يقول لك تغير الحراره temperature change، ويجيب لك دي فاضيه، ويجيب لك واحد، او يجيب لك ايه، يقول لك ايه دي يعني ايه، فتقول له دي السيرموريسبتور. يعمل لك على دي بي ويجيبها لك فاضيه، او يعمل لك عليها اتنين ويجيبها لك فاضيه، فدي الايه؟ السنتر، وهكذا. فلازم تبقى حافظ الريفلكس كويس. طب الهيت اكستشينج، تبادل الحراره. الحراره قال لك بص بتخرج وبتطلع بكميات ثابته على حسب البيئه المحيطه بينا، على حسب مين الاسقع ومين الاسخن، وهكذا بيحصل تبادل للحراره. طب ايه طرق اكتساب الحراره وطرق فقدان الحراره؟ مهم جدا، عشان لو قال لك ايه الهيت جين اكتساب الحراره والهيت لوس فقدان الحراره. اللي يخليك تكتسب الحراره البيزا الميتابوليك ريت، عمال تحرق، معدل الحرق عندك عالي. الناس اللي معدل الحرق عندها عالي ورفيعه بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها على طول بتطلع حراره وبتعرق وهكذا. تمام، جميل. الفود انتيك، عمال تاكل كتير وهكذا فبتزود الحرق، بتزود انتاج الحراره. الماسكولار اكتيفيتي، عمال تلعب رياضه وهكذا فتعرق، فتزود انتاج الحراره. تمام. حتى مثلا في الشتاء لما انت بتبقى سقعان فتلاقي عضلاتك بتترعش عشان تنتج لك حراره. هرمونات بتطلع بتعمل لك حراره زي السيروكسين. البراون فات، الدهون اللي بتدفي البيبي وتطلع له حراره، دي كلها حاجات بتعمل اكتساب الحراره مهمه جدا. طب الحاجات اللي بتفقد الحرارة، الراديشن، الإشعاع يطلع لك حرارة بره. الكوندكشن، انك انت من خلال الملامسة، ان مثلا جلدك يلمس حاجة أسقع أو أسخن، يلمس الهدوم بتدفي. تمام. الكونفكشن من خلال الهواء، بتلاقي بيحصل فيه فقدان الحرارة، لكن الكوندكشن ده التلامس. ايفابوريشن، التبخر. طب يا دكتور تعالى فهمني أكتر. ممكن الصورة دي تجيلك يجيب لك أشعة من الشمس كده، فدي ايه؟ راديشن، يعني أشعة من الشمس. طب بص، في تبخر اهو، بخار طالع، فده ايفابوريشن. دي يجيبها لك فاضية ويقول لك رقم واحد دي ايه؟ ايفابوريشن. طب بص، مشاور لك على الهدوم، سهم على الهدوم اهو، فكوندكشن تو كلوزنج، ملامسة أو ملاصقة الهدوم. كونفكشن للهواء، ده الخط ده يعني هواء، فكونفكشن يعني للهواء. فالصورة دي ممكن تجيلك صورة سهلة وتجيلك أشعة من الشمس، radiation. البخار اهو evaporation. conduction للكلوزس، الملابس، ملامسة الملابس. convection للهواء، convection للايه؟ للهواء. اهو بص، الكوندكشن دي الملامسة. تمام، الملامسة. جميل. قال لك ده بنقل الحرارة من وان اوبجكت، من جسم لجسم تاني، من خلال الدايركت كونتاكت. كونتاكت يعني يلمس. فبص، هتلاقي بتنقل الحرارة ممكن للي انت قاعد عليه، ممكن لهدومك، اي حاجة لمساك انت هتنقل الحرارة ليها. الكونفكشن بتنقل الحرارة من خلال الهواء، فترانسفير اوف هيت، بنقل الحرارة من خلال السوائل او من خلال الهواء. تمام، بص اهو، شايف؟ كونفكشن هواء، مثلا هواء طالع من التكييف فيبردك وهكذا. جميل. فدي ايه؟ كونفكشن. كونفكشن، فكر فنتليشن هواء، كونفكشن فنتليشن هواء. تمام. كوندكشن كونتاكت، كوندكشن كونتاكت، كونفكشن فنتليشن هواء. وراديشن من خلال الأشعة الانفراريد تحت الحمراء. تمام، الأشعة اللي بتطلع من الشمس راديشن. ايفابوريشن ده من التبخر بتاع الايه؟ التبخر بتاع الميه. تلاقي ايفابوريشن، تبخر بتاع الميه. دي تجربة، والتجربة انت ليس عليك الخطوات، فما توجعش دماغك بيها، انت مش فني معمل هتشغل الجهاز. تمام. دي تجربة الكوندكتيف هيت لوس، فقدان الحرارة. فانت الخطوات دي ما تتعبش دماغك فيها ولا تقراها اصلا. تمام، مش عليك ولا هتعملها.
اقصى حاجه هتجيلك في الامتحان هيجيلك صوره الجهاز ده اللي شبه الريسيفر. عارف الريسيفر القديم كنت بتحط فيه الاسلاك كده، والراوتر اهو. ده اول ما يجيلك الجهاز ده قول له كوندكتيف هيت لوس، كوندكتيف هيت لوس. تمام. يبقى جهاز الريسيفر، جرت العاده كلمتين ورا ضغطهم، جهاز الريسيفر والراوتر ده كوندكتيف هيت لوس. هل ده انا مطالب بيه ده كله؟ لا، انا عايز بس اسم الجهاز كوندكتيف هيت لوس. الريسيفر ده كوندكتيف هيت لوس. يجيب لك الكيرف ده، بص بص الكيرف ده طالع جبل ونازل زي زعنفة الايه، زي زعنفة الشارك التمساح. بص التمساح سوري الشارك اللي هو القرش. القرش حتى كان في توم وجيري كان بيعمل لك القرش، كان بيبقى عامله بعصايه كده وزعنفة القرش عاملة كده. فلو قلبتها هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها بص زعنفة القرش. فبص الكيرف كبير قوي يا جماعة، كبير قوي ونازل زعنفة قرش مقلوبة. كيرف كبير قوي وزعنفة قرش مقلوبة. فده يستحق لقب conductive heat loss curve. كيرف يجيلك بس كاسم conductive heat loss ايه curve. هل الاناليسيس، التحليل، هل التجربة؟ مش عليك. تمام، انت مش هتعملها، مش هتجيلك في الامتحان. ها كيرف اهو، بص بص طلع قمة كبيرة، كيرف عملاق. بص بص زعنفة القرش ازاي، كيرف كبير. بص بص كيرف كبير. ده conductive heat loss، conductive heat loss. تمام. الكونفكشن بقى، كونفكشن هيت لوس بس الكيرف بتاعه صغير. كونفكشن بص بص صغير وزحليقة، بص صغير وزحليقة. هل دي زعنفة قرش؟ دي شارك؟ دي ولا سمكة ده ولا بسارية حتى. طبعا بروسيديور التجربة مش عليك، التجربة مش عليك، انت عايز الكيرف بس كونفكشن هيت لوس. بالكوندكشن دكشن كبير افتكر الشارك، لكن كونفكشن، كونفكشن بص بص زحلقة صغيرة ليست زعنفة قرش. فهذه الكونفكشن هيت لوس. ها دي ايه؟ كيرف ده ايه؟ بص بص صغيرة نونو بسارية. كونفكشن هيت ايه؟ كونفكشن هيت لوس. بس كده يا جماعة احنا كده خلصنا العمل. بس قال لك تعالى نراجع على ميكانيزمات عشان ممكن تجيلك. قال لك لو حصل اي فاريبل يعني اي اختلاف واي تغير، فبيكون في ريسبتور بيحس التغير ده، يبعت افرنت، الافرنت يروح للكنترول اللي هو السنتر، فيبعت ايفرنت، الايفرنت هيروح للافكتور اورجان عشان يعادل الايه التغيير ده. وزي ما اتفقنا ان احنا عندنا بيكون الاستيمولس اللي بيحس بيه الريسبتور، فالريسبتور بيبعت افرنت يروح للمخ اللي هو السنتر، فالمخ يبعت ايفرنت يروح للافكتور ايه اورجان عشان يعمل الريسبونس التغير اللي هيغير الاستيمولس ويرجعه للطبيعي. دي قاعده ثابته، ما ينفعش اصلا تكون داخل فيسيولوجي سواء نظري او عملي وانت مش فاهمها. فهو الفاريبل الهوميوستيزيس حصل حاجه امبالانس تغير، مين اللي هيكتشفها؟ المستقبل. فيبعت اشارات افرنت للكنترول سنتر، فيبعت ايفرنت للافكتور اورجان عشان يغير الايه المؤثر ده. نفس الفكره، انت كنت نايم وقفت مره واحده، فلما تقف مره واحده ضغط الدم هيقل. وزي ما قلت لك ممكن يجيب لك دي فاضيه ويعمل لك واحد، يجيب لك دي فاضيه ويعمل لك دي اتنين ويقول لك اكتبها. فضغط الدم لما يقل مين اللي هيحسه؟ اهو البارو ريسبتورز. البارو ريسبتورز هتبعت اشارات للسنتر اللي هو في المضله اوبلونجاتا، هيبعت ايفرنت يروح للقلب والاوعيه الدمويه والفينز. القلب هيقول له زود الهارت ريت، زود معدل ضربات القلب، وزود الانقباض. تمام. ويروح للاوعيه الدمويه ضيقها سواء شرايين او اورده، فده هيرفع لك الايه الضغط ويرجع للطبيعي. تمام، نفس الفكره اهو. ده اللي هو كانت زيادة ال CO2 اللي هي زيادة الهيدروجين أو نقص ال pH أو نقص الأكسجين، ده كله هيروح يحفز الكيمو ريسبتورز تروح للسنتر، فيروح رايح يأثر على الإفكتور أورجان اللي هو العضلات بتاعة التنفس، فيزود الأكسجين ويقلل ال CO2. مهمة جدا الميكانيزمات دي إيه؟ كمراجعة. تمام. كذلك تغير الحرارة، درجة حرارة الجسم زادت، المستقبلات الثيرموريسبتورز هتحس بيها، هتروح للهايبوثالاموس السنتر، فتروح مثلا للسويت جلانس الغدد العرقية وتزود العرق عشان تتخلص من الحرارة، والعكس صحيح. لو درجة حرارة جسم ايه قلت،
برضو السيرموريسبتورز هتحس بيها تروح للهايبوثالاموس، تمام، فتروح للسكيليتال ماسلز، العضلات بتاعتك تخليها تترعش، تعمل شيفرنج، تترعش عشان تدفيك في الشتاء، تمام. واخر صوره معانا الايفابوريشن اللي طالع ده اللي هو التبخر، الراديشن الاشعاع، تمام، الكوندكشن الملامسه اهو، تمام، وفي الكونفكشن اللي هو للهواء، كونفكشن اللي هو لايه، للهواء. بس كده يا جماعه احنا خلصنا العملي. تعالى اوريك الاربع تجارب اللي احنا خدناهم النهارده، واللي لازم تجيلك منهم تجربه او اتنين درجات مضمونه. درجات ايه؟ درجات مضمونه. تعالى. اول حاجه بتاعه ضغط الدم، وده ممكن نجيب لك صوره واحد كان نايم ويقف مره واحده، وانت عرفت المشكله ان لو حد كان نايم ووقف مره واحده فضغط الدم هيقل. ليه يا دكتور ضغط الدم هيقل؟ لان الدم نزل كله مره واحده فضغط الدم قل، فبالتالي لازم القلب يتصرف ويزود ضربات القلب. فلاك ده تحت تأثير الجاذبية، أول ما تقف مرة واحدة الدم هيحصل له بولينج، هيقع كله في الليج فينز، في الأوردة بتاعة الرجل، فهيقل ضغط الدم. فالبارو ريسبتورز هتشتغل وتشغل السمباثيك، ولع يا ابني، شعل يا ابني، ويظبط الدنيا ويرجع الضغط للايه، ويرجع الضغط للطبيعي. عرفنا في ستيمولس، ريسبتور، افرنت، سنتر، ايفرنت، والافكتور اورجان هيروحوا يشتغلوا، مهمه جدا تجي لك في الامتحان، تمام. التأثير زود ضربات القلب، ضيق الأوردة وضيق الشرايين. وقلت لك قاعدة لعبد الله تسمعها من دكتور كارديو، الفازو كونستريكشن بيزود الضغط، الفازو دايلاتيشن بيقلل الايه، الضغط. وعرفنا القانون والقاعدة، الضغط الدم كاردياك اوتبوت في الريزيستنت اللي هي الايه، المقاومة. وعرفنا حساب المين ارتيريال بلاد بريشر بيساوي الدايستوليك زائد طول السيستول ناقص الدايستول، وتضرب وتعوض في اي حته براحتك عادي، تمام. وعرفنا ان متوسط ضغط الدم بحسبه ازاي وبجيبه ازاي، بضرب في رقم ثابت، الرقم الثابت ال 78%، بجيب ال 78% واضربهم في المسافه، يعني المسافه مثلا 10 سم، اضرب ال 78% في 10 سم، مسافه 15 سم، اضرب ال 78% في 15 ايه، في 15 سم، وهكذا، تمام. جميل. لو أباف القلب، قلنا لك النهارده المحاضرة بعنوان كنا دايما عكس بعض في كل حاجة. أباف القلب فأنت هتفتكر أباف القلب يعني فوق القلب فهتجمع، لا، أباف يعني هطرح، أباف يعني هطرح، وبيلو هجمع، بيلو هجمع. قلت لك القواعد الأساسية الثابتة، القواعد الأساسية تعوض بيها في أي مسألة. التجربة التانية البلاد جيزس، وقلت لك زيادة ال CO2 نقص البي اتش، زيادة الهيدروجين، نقص الأكسجين، كل ده يحفز الكيمو ريسبتورز، تمام، فتروح للريسبيراتوري سنترز، مراكز التنفس في مخك، تمام، فتقول لها يا بنتي الحقي الولا، زودي البلمونري فنتيليشن، التنفس، عشان يرمي السي او 2 ده ويزود الاكسجين ايه، في جسمك، تمام. ده كله كل طرق النهارده نيجاتيف فيدباك. الاسموتيك فراجيليتي تيست، انا اهم حاجه عندي الايه، الصوره دي. الصورة دي تبقى عارف اللي فيها مية نو هيموليسيس، تركيز الملح 9/10، اللي مترصف فيها اربيسيز خفيف واحمر خفيف دي بارشال هيموليسيس، تركيز الملح 45%، لكن اللي كلها احمر ومفيش تركيز دي كومبليت هيموليسيس 33%. وطرق فقدان الحرارة يا ابني، وازاي اقيس الحرارة من الفم او من الاكسلة او الريكتم او الكور، وازاي اعمل بالانس، والسنتر اللي هو الهايبوثالاموس مهم جدا، تمام. وطرق والميكانيزمات اكتساب الحرارة، فقدان الحرارة، صورة مهمة تجيلك يسألك عليها، تمام. وتفرق، قلت لك الريسيفر ده كوندكتيف هيت لوس، الكيرف اللي فيه الشرك ده كوندكتيف هيت لوس، لكن الكيرف بتاع البسارية الصغير ده كونفكشن هيت لوس، يجيلك كونفكشن هيت لوس. طبعا تفاصيل التجربة وتظبيط الجهاز لو انت عايز تشتغل فني معمل تمام، لكن هي ما تجيلكش في الامتحان، ويفكرك بالايه، بالميكانيزمات في الاخر. بس كده، ده العملي سهل وبسيط. اي حد مش فاهم اي حاجه يبعت لي على الواتس يسالني، رقمي 010 11 65 6 9 17، تمام. يبعت لي يسالني لو مش فاهم اي حاجه، وابعتوا الفيديو لزمايلكم عشان الكل يستفيد ويفهم الفسيولوجي
ويحل كويس في الامتحان. بالتوفيق يا حبايب قلبي ان شاء الله.